السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض حلو كده سريع سهل جدا. وكمان طعمه تحفة قوي. طعمه بجد حلو قوي، هيعجبكم جدا. حاجة كده سريعة، مش هنستخدم فيها فرن ولا بوتاجاز. كلها كده على السريع، يعني مش هتاخد منك غير 5 دقايق بالظبط. وهنستخدم في الحلو ده كيكة التوينكز، طبعا الجاهزة. زي ما احنا شايفين كده، انا استخدمت كده حوالي 5 بالظبط، عشان هعمل كده 5 كيسات. طبعا بقى الكمية اللي تحبيها اعمليها. جبت كده الكيكة طبعا الجاهزة دي. ابتديت كده ان انا اقطع كده كل واحدة لقطع كده في كل كاس. يعني هحط كده في كل كاس واحدة كده من التوينكز. وممكن تعمليها كده في اطباق صغيرة او كوبايات. ممكن كمان تعمليها في طبق كبير او قالب كده كبير، يعني بقى زي ما تحبي. اهم حاجة انها بتطلع طعمها بجد حلو جدا، كمان سهلة قوي وسريعة. يعني كده لو عايزة تاكلي حاجة حلوة كده على السريع، اعملي بجد الوصفة دي. حطيت بقى كده كل كيكة في الكاسات زي ما احنا شايفين كده. بعدين بقى هحضر الطبقة اللي حطها على التوينكز. هنحضر مع بعض الكريمة. انا هعمل كريم جانتيه. حطيت كوباية من الكريم الجانتيه الخام، عليه كوباية من اللبن او الحليب، او ممكن برضو تضيفي مية. اهم حاجة ان هو بيكون ساقع، يعني المية او اللبن اللي هتضيفيه. حليته كمان بمعلقتين كبار من السكر. السكر هنا طبعا هيكون بقى حسب الرغبة. بس اهم حاجة يعني يفضل ان هو ما يزيدش في الوصفة دي بالذات، عشان ما يبقاش مسكر قوي. انا حسيت كده معلقتين كبار مظبوطين جدا. وده لان طبعا كيكة التوينكس بتكون مسكرة. وطبعا الطبقات بقى اللي هنحطها بتكون مسكرة، فمفيش داعي بقى نزود في السكر اكتر. وده طبعا بقى حسب الرغبة. بدأت اضرب كده الكريمة لحد كده ما تتماسك معايا، ويكون كده قوامها كريمي شوية. يعني ما تكونش سايلة قوي او كمان متماسكة قوي. يكون كده قوامها مظبوط. جبت كده كيس حلواني وحطيت فيه كمية كده كويسة من الكريمة. ممكن طبعا ما تعمليش الخطوة دي وتحطي كده الكريمة بمعلقة او بأي حاجة. بس انا طبعا حبيتها تبقى مظبوطة معايا اكتر، وعشان كده استخدمت بقى كيس الحلواني. او ممكن طبعا تستخدمي كيس تلاجة وتعملي كده فيه فتحة وتعملي كده بنفس الطريقة. يعني كده بنمشي نفسنا بأي حاجة وبالموجود طبعا. هخلص بقى كده كل الكمية بنفس الطريقة. بحط كده طبقة كويسة من الكريمة فوق الكيكة، لحد كده ما اخلص طبعا كل الكاسات اللي معايا. وبعدين بقى هبدأ اساوي كده كل كاس معايا زي ما احنا شايفين بالشكل ده، عشان اخلي كده شكلها متناسق اكتر وشكلها يعني يكون حلو اكتر. وعشان كده تكون كل طبقة بنحطها تكون باينة معانا وتكون شكلها حلو. ممكن كمان تغيري بقى الطبقة الأخيرة دي وتكون صوص شوكولاتة أو صوص كراميل، يعني بقى زي ما تحبي. أنا هعملها بعصير المانجا أو بصوص المانجا أو ببيوريه المانجا. جبت كده مانجا، المانجا دي كنت شايلاها في الفريزر. طبعا لما بتطلع من الفريزر مش بنعرف نقطعها لأي قطع. بتبقى طبعا طرية معانا خالص. مش بنعرف طبعا نستعملها غير في بيوريه أو عصير. بدأت أقشرها بالطريقة دي. طبعا المانجا دي القشرة بتاعتها بتكون رقيقة جدا أو رفيعة كده. بتخلص كده منها بسهولة. وبعدين بقى باخد كده اللحم بتاعها. مش هضيف لها مية خالص، هضربها بس كده عشان تكون بيوريه معايا، أو كده تكون تقيلة شوية. ولو حابة بقى تضيفي كده قطع على الوش، تجيبي بقى المانجا الطازة وقطعيها كده القطع أو مكعبات كده صغيرة. وبتضيفيها على الوش. خلاص كده ده بيكون كده سمك الصوص أو البيوريه. بحط كده شوية على الوش وبسويه بالشكل ده. بيتسوى معانا طبعا بكل سهولة زي ما احنا شايفين كده. وبجد التحلية دي كمان بترمي معاكي كمية كبيرة قوي. يعني انا اتبقى معايا كمان كمية من صوص المانجا ده وكمية كمان من الكريمة، يعني تعمل كمان كمية اكتر. يعني الحلو اللي معانا ده يعتبر كمان حلو اقتصادي. ده غير طعمه طبعا تحفة جدا بجد. طعمه حاجة كده حكاية. طعمه جميل قوي، صغير وكبير هيحبه. وطبعا ما فيش حد ما بيحبش كيكة التوينكز. يعني بجد حاجة كده جميلة جدا، كمان سهلة قوي وبسيطة.
وسريعة كمان، مش هتاخد معاكي وقت خالص، مش هتوقفك كمان كتير في المطبخ. اتمنى تكون الوصفة سهلة وبسيطة وتكون عجبتكم وتجربوها ان شاء الله، والف هنا لكل اللي جربها. ما تنسوش بقى لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اي فيديو جديد بقدمه، واستنوني في فيديوهات جديدة ان شاء الله، وصفات جديدة وابتكارات جديدة، واسيبكم في رعاية الله. سلام عليكم.